حد كان بيسأل عاوز موبايل يكون حلو جدا في الألعاب وبطارية تستحمل معاه اللعب الكتير والموبايل ما يكونش بيهنج ومعاك لحد 20,000 جنيه وبأقل من 20,000 على فكرة. الموبايلات دي دلوقتي أقوى موبايلات في الفئة المتوسطة. بص الأداء بتاعها وبص السكور بتاعها في البنش مارك عامل ازاي. والمعالج الجبار اللي جاي في الموبايل ده هو السناب دراجون 6 جين 4. لكن الموبايل ده جاي بمعالج دايمنستي 6300. تقريبا قدموا لي أحسن أداء شفته في الفئة دي. ومش بس عشان البنش مارك سكور هو اللي كان عالي، الموبايلات دي حرفيا في الجيمنج دبابه. يعني عندك الموبايلات دي الوحيده في الفئه دي اللي بتلعب فري فاير على 120 فريم. ومن كتر ما الموبايلات دي قويه بتقدر تفتح لحد 32 ابلكيشن من غير ما الموبايل يهنج معاك، وتقدر تستخدم الموبايل عادي. والتبريد في الموبايلات دي قوي جدا، فالموبايل مش هيسخن معاك لو بتلعب لفترات طويله. وده كله بسبب البايونيك فيبر كولينج سيستم اللي موجود في الموبايلات دي. وبالنسبه للتصميم فالموبايلين هنا بيجوا بتصميم بريميوم قوي. والشاشه في الموبايلين هي شاشه امولد بتردد 120 هرتز، بيديك سلاسه مش ممكنه سواء في الاستخدام اليومي وخصوصا في الجيمنج. والاداء ده اكيد بيكون محتاج طاقه كبيره جدا. فالبطاريه هنا في الموبايلين 6000 ملي امبير، وكمان بيجي معاهم شاحن سريع في العلبه 45 واط، وتقدر كمان تلعب على الموبايل حتى وهو في الشاحن. والموبايل كمان بيجي معاه كيسز شيك جدا، ودول هم الريلمي 14 5G والريلمي 14 تي. والموبايلات دي هتقدر تشتريها بدايه من يوم 20/5، ولو اشتريتها بدري هتاخد معاهم الريلمي بادز دي. وبس كده، انا طارق وانت هتعمل لي فولو. وكده اكون قلت لك